حرب الرمال اندلعت بين الجزائر والمغرب في أكتوبر من عام 1963 بسبب مشاكل حدودية بعد عام تقريبا من استقلال الجزائر. آنذاك اعتقد الجيش المغربي وملك المغرب أن الجزائر ضعيفة بعد خروجها من الحرب ضد المستعمر الفرنسي. مرت عدة أشهر من المناوشات على الحدود بين البلدين. اندلعت الحرب المفتوحة في ضواحي منطقة تندوف، ثم انتشرت إلى فكيك المغربية واستمرت لعدة أيام. وبعد حرب طاحنة لم يستطع الجيش المغربي أن يتحمل وتكبد خسائر كبيرة، وتوغل الجيش الجزائري في الأراضي المغربية قرابة 61 كيلومتر عندما تأكد الملك المغربي من الانهزام على يد الجيش الجزائري الباسل. هرول إلى الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي للتوسط ووقف الحرب. توقفت الحرب أو المعركة في 5 نوفمبر، حيث انتهت بوساطة الجامعة العربية ومنظمة الوحدة الإفريقية. قامت المنظمة الإفريقية بإرساء اتفاقية لوقف نهائي لإطلاق النار في 20 فبراير 1964 في مدينة باماكو عاصمة دولة مالي. التاريخ لا يرحم. التاريخ الجزائري كله بطولات وتضحيات من أجل الأرض والعرض والشرف.